عليكم ورحمة الله وبركاته. إثم ذي سمع عزا ماني متجا من طاح الزيوم غير البرنامج نوم مثفاوت موراون نتتصي ربي العالمين هذا يوفق باش نسيور ذي الحلقة يا أخي الموضوع يتهم يا غمارة الموضوع القيمة من الوقت القيمة الزمان القيمة الحياة إذا تعيش لأن الوقت ذوني ضرع ما نبنادم وذي الوقت ذيس ينتج الحسنات إذا غيسوضن باش أنيري زقني غيرين دي الجنة يكسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقمة كينا إن شاء الله تعالى باش نسيور خل معنا من الوقت ذي القيمة من الوقت ذي مين غيق بنادم أمسرم ذي الوقت النس مين زي غيعمر الصفحات انتو ذات النس باش ذيري زقني يغيابحن صار رضا مولانا سبحانه جل وعلا. قمة كينا خنزار المحاور ونكمل إن شاء الله تعالى خل موضوع عوانيت. صغاري قالوا وقت يعدون وتزم ماذا الدار استغلن الوقت نسن ذي الحوايج يزي غكسبن الرضا من الله سبحانه جل وعلا. يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. أي ثانية ضيعتي الحياة نش أخذت تحسب. أيثما ذي سمع الزن وذي نبوش الدين يوشى القيمة الوقت مشنو الإسلام يعظم الوقت ما يمي لأنه يسرم ماذا نخ إلا الوقت ذي جن الهبة يوشى نخت الله الوهاب سبحانه جل وعلا باش هذا غيمتحن هذا غيغزار مين غنخدم ذي الوقت ماذا يسنق الخير ماذا يسنق الشر ماذا يسنق الطاعات ماذا يسنق المعاصي ماذا نجمع الحسنات ماذا يسنحاوش السيئات الله ينجينا زي السيئات. الوقت أيثما ذي اسمه ذي النعمة نعمة الإيجاد نعمة الحياة يكشان خط الله سبحانه جل وعلا لأنه نتا يتشن الحياة سبحانه وتعالى. ولكن في نفس الوقت ما مشننا يتمتحنخ يخزارنغ ما مش غانق ذي الوقت ما تنست ثمار ذي من دان غينفعن نيخ ذي من دان غيضارن. لذلك قال الله سبحانه جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيا رب العالمين ويخرق الموت ذي الحياة إلا باش ذا يمتحن هذا يخزار ويخدمن العمل الصالح زبني ويخدم شاء سويني أيثما ذي اسماء يعزن يخصنا غدنا الربار أنفكر ما مش غانق أنسعدو الوقت النخ ذي مين دان غينفع عندي الدنيا ذي الآخرة وجهو مين دان غيضارن ذي الدنيا ذي الآخرة لأنه كل 8 مينوت تعدو زي العمر النخ تمسارة سمشنو يجن طورقت ثوزغ توطازي السجاف ذي الوقت النخريف فبنادم ما ديار الربار لأنه رنت عدون خاص الفصول لأنه رنت يتخرف وكل 8 مينوت تعدو زي الحياة النس توطا ما مشنا ثورقين نسجورة ثني يوزغن ذي الخريف. أيثما ذي اسمع عزن يخصن كذلك بأن الله تعالى أذن خيس سقسا أنتو سقسا مين تقيم ذي الوقت نوم مين تقيم ذي تمزينوم مين تقيم ذي كسانوم مين تغاد خدمم ومين تغاد سوجدم. فمن هي مهم الطاس أيها الأحباب يخصا أذي سنفكار النازخ الجواب ذي الدنيا قبل إذا نخيس سقسا الله سبحانه جل وعلا ذي الآخرة وأكيد أن توسقسا. الله سبحانه جل وعلا يسور خل أهمية الوقت يقارد جن الآية قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله سبحانه جل وعلا أيها الأحباب ما مش نسرى وذخ يخرق شا عبثا أمنيوها باش نيراوها باش نسعدوا الوقتوها. بعض الأولياء وبعض الصالحين وبعض الأنبياء يحكى عن سيدنا يحيى أنه تغضم الزيان قانسي قرين النسيان لحنيرة
يقارس ما خلقنا لنلعب قواد اختي خرق شار رب العالمين باش نيرا فمن غني نغي وذاني مغان عاد قد تيران عاد قد ضيع الوقت كوري الجن ديران الناس كوري الجن ماني تضيع وقت الناس ولكن مرة أني حسب الله سبحانه جل وعلا أيها الأحباب. لذلك أنفكر مش غنقدر نستغل الوقت النخ ذي مين دان غينفعن هذا ينفع الأمة النخ وجبوا من ذي مين دان غيضارن هذا ضار الإنسانية. إذا ما يسمى فما كينخ المشهدة التمثيلي أدغاو من عقبة نكمل ذي الموضوع وانيتا. كسنيه هيا عيز خير وقت قطع ذوش كزكوا جينا يتصوناياش تليفون والو واش هذا شو تفاطمه عافاك رشيد كاسني قشك بدات على الطريق خلخل قول الله شنا والله حمو زرن خاك بني وانت فرا من غنش اقايا اغش وسمين كينار الليل نيت راح نزيش قضات الغاره ديال القيمه غاش واش جاو الناس هي ماش تكيد الوقت ولا ستيشدبوا القيمه تحس دغاري قال وقت يعدون وتزما ذا الدار وتجيبو مشيو صحت بلا ما يهرش هتسغد غدوني غطحط غوض بيبا تقنفيل ماشا الوقت يعدون واتعيقي بشا هذا اللي رخا الموعظه واتيكير في قيدين المسجد وبزي ما بعد راه نمشي غير نسوغ القهوه خاص عقر يا الله يا سوسو عافاك شكرا تميزه داين الجا ما غاديش انا عشان حاجه طاحري الو السلام عليكم اهلا ياك لاباس واه الجناني وليمان واش تغنى ما داس نهار الرابع ما مش صافي سامحي داس غير خو صافي الجناني من غزق وليمان يقتلا واه تغيري نهار وجبود رابع ماشي انت ذاقت ذا شكون دابا تجيب كاس جديد قرابينو صافي الحوايج دغيا يلا. سيدي عبادي الصور روحي الفرصه يا نهار عم ما ستعوض ان شاء الله يديري غير خير سوج جديد عرضني دغيا إذ ما يسمع ما مشكل خزرين بنادم خميني يثيت الطفل معقول دغيا يتبدا خضان الناس ونيتا ذي جن المشهد يتمثل نخ يجن اللجنة زي اللجن الدنيا جيناش التليفون بأنه قوسين دي الزانج غير خدمث يعني غيتراجع كيجن حساب أكيسن خشان المشروع نغشان حاجت أقتدين نجارهم زي حوايج الدنيا فممش غي بنادم مري يعرض الخبا بأنه يبدز ملك الموت خوج تجيف الجارة سنين الموت يتسرسى وتجبو التليفون يقارس كان السني قضانش وسان إذا شيارضر سيدار ربي العالمين ديال عمارنش ممش تصوام أذيري الحال موانيتا نديخ ممش غيري مركاري بد جاري فسن مولانا سبحانه جل وعلا وانت ويقشا زي منزي في يوم الله سبحانه وتعالى بل تغي عمار وقت النس سر حوايج يخفينها الله سبحانه جل وعلا ثاني توجبوا ذي الجنة والإيمان وإنما ونت ذي الحساب من الله الرحمن فأكيد بنذم يتسراغي وورا يتفكر نتمنى هذا سيصونا شان تليفون ذكور باش ذي سفاق هذه كارزي الغفلة لأنه مرة قنطس قنغيج الغفلة ولكن متى ننتبه مرمي دغنكار نهار يتغيوض الأجل أيثما ذي اسماء المؤمنين عباد الرحمن الحقيقيين استغلن الوقت نسن ذي الحوايج يزي غكسبن الرضا من الله سبحانه جل وعلا لذلك التفذ غاس نجن الحرص شديد تنظيم الوقت غاس نجن برنامج عمل غاس نجن استعمال الزمن خد من الزيس فالله سبحانه جل وعلا حتى الصلاة إجيت ذي الوقت
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ضواصر وقت الناس، رعاصر وقت الناس، وهكذا. ثم يخصن أيها الأحباب بأنه الله تعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الخير وهذا الشر، مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من شر، لابد أن تعمله في الوقت. وزما بغيت تقدر خارج الشر إلا ذي الوقت، بمعنى الوعاء الزمني إذا خدم الإنسان خارج الشر ذوني ومقان الوقت أيها الأحباب. ثم المؤمن كذلك يستغل الوقت النس باش يوفر الحياة كريمة، يازوخ الرزق حلال طيب ذي ثلاث ذي الزمان ذي الوقت إذا سيعذر الله سبحانه جل وعلا. وباش نوضخ الرزق الحلال ذي الحياة الكريمة لا بد أن تتقى الله سبحانه جل وعلا ذي ثلاث النخ، لأن الله تعالى قال: شو من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شكي غاتقى الله سبحانه جل وعلا ممش يوما هذا شي يازق ثورة اش يازق زماني سوا ثنويذ زماني سوا يقير حساب ولا ذي الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقارخ ذيج الحديث: لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم. يوذان مالك كان يسين غازي الآية ذي القرآن وش الله يجعل بركة كفاية سن ما يمي، لأنه السنن إلا الله هو الرزاق، الله هو الذي أوجدهم في هذه الحياة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أرزقنهم جنة الله سبحانه جل وعلا. ثم العباد المؤمنين بدات فكان ديال الوقت تقن حساب الآخرة باش غاسنيرين أهداف نبيلة ما يمي، لأنه تفكان بأنه تحسبن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يجي الحديث يستنزه حديثة خطير يسبيانخ الأهمية الوقت. يقرأ عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فبنادم يوم القيامة يسقس الله سبحانه جل وعلا خارب عين تمسرايين ثم زوارو تزيسن رعمان نص ماني ثيفنا ما ذي الشرك، ما ذي البهتان، ما ذي الغيبة، ما ذي النميمة، ما ذي حطوني وذان، ما من خفينها الله سبحانه جل وعلا. نيخ الوقت اللي يستغل ذي الصلاة، الزكاة، الصيام، ذي الحج، ذي الإنفاق في سبيل الله، الأعمال التطوعية والخيرية إلى ذلك، وخاصة فترة الشباب أخس نتوسقسا، لأن الفترة اللي غيتي لذيس الشاب يعني جيجن قوة تيري زما راه ياكع، زما ذي يسجد، زما ذي يجاهد، زما ذي يخدم، زما ذي ينفق، زما ذي يقر خاي، زما هذه يقطص الحوايج. لذلك يقرر صلى الله عليه وسلم عن شبابه فيما أبله، هي ذات العمر ولكن يركز 5 سنين يتجان للشباب. فأيها الأحباب المؤمنون الحقيقيون، الوقت نسن نفقنت ذي الاستثمار، يعني استثمارا نفقنت فيما يرضي الله، استثمارا الى الاخره، وتجبو استهلاكنت سعدونت ويقارسي واش نحرقها ونضيع 4 ساعات جاني راجو بارتشي غنستعذو الوقت وغنهو الوقت غنستعذو، انما يخص غنختيري الوقت غنحرص حرص شديد هذه سنزع في السغمس سنقى يا ربي وسعدو ذوش انت مينوت الا ذي الذكر نشي الا ذي العباده نشي الا ذي من دين غينفعل. ايث ما يسمع عزا قمه كاين خنزار الاراء نيث مثل المواطنين من قند الموضوعات هذا من يدور. الوقت تيتنظم جميع الحياه الانسان، يعني بنادم يخص يديري بعدا غاسير يجنو عن الوقت ديال حياه الناس. الوقت بالنسبه بنادم زيد طاف، الوقت ديال الحاجه مهمه يتصطص. وباش نقال يجن المثال قراش الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. اهميه الوقت خصنا نعم سيدي بنادم يضيع الوقت الناس ديال خاويه، خصنا يحترم الوقت الناس اكثر تحترمش تغي قارش ساعه باش قارش مثلا شي نقال قارش ساعتي مغربيين ضرورة تاني 9 ساعات النية ضرورة تاني تخاش وقت ساعتين مغربيين. اكيد الانسان اللي تحاسب خر وقت نضيع دي شان الحوايج وغاس تعي قيمه بوس النفع. اي ثانيه ضيعت ديال الحياه نش خاص تحسب مرات غزال مليح الدور دحا 5 مينوت 2 الرقعه عاد تف باللي ضيعت ماشي تفتي غراخش مما تفتي قدي ستريسان عن الحوايج. ربي العالمين ماذا نغي حاسب ساعتين نضيع ذريه ما نضيع اوقاتين نضيع
دير حوايج تاع عفانين. مره غير مدينه تاتي بطبيعه الحال ديال المستقبل تعقب سجن السلب خباب الناس بوركي واستثمار شادي شان حاشد اذا تغيف مستقبلا والتنفع. يسمع مش تزري ماكيناخ يثمثناخ مرة السوار نخل أهمية الوقت وقان بأنه بنادم يسعدونيش الثانية زي الحياة الناس ذي الخوال الخاوي خاص يندم يوم القيامة يجي ندم الطمقران بلا خاص يندم حتى ذي الدنيا سيني معليك غريخ معليك خدماخ معليك قيخثام معليك واقيخثام معليك وعشا غفران هذا يندم ولكن يمكن دير وقت النيوة تنفعشا ندمث أيها الأحباب أيث ما يسمى الوقت غاسج الأهمية الطام قرنت ما مشنا لنا أذن خي حسب خاص الله سبحانه جل وعلا وباش نسن بأن الوقت غاسج الأهمية الطام قرنت يكفي نسن بأن الله تعالى يقسم سي الوقت الزمان قطاس الآيات ذي القرآن الكريم يقسم لنا سبحانه جل وعلا بالليل بالنهار وبالفجر وبالعصر وبالضحى آيات كثيرة أغاس نعقب أيها الأحباب ذي القرآن الكريم غاو نحفظن في سورة مزيانين وشا إقار والفجر وليال عشر فثاني تذر وقت أيها الأحباب إقار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها فالله سبحانه جل وعلا يقسم ذني تسر وقت كذلك سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى فالله سبحانه جل وعلا يقسم يتزجى سر وقت ويخصنا السن بأنه نشينو غنخبو الحق أنزج إلا الله سبحانه جل وعلا وانزج إلا مرتو غادي نشان الضرورة ومرك كان نزج خير حق ذي الضرورة باش نتخذ الله سبحانه جل وعلا عرضة لأيماننا أنيني والله أنيني بالله أنيني للتالله أنيني أقسم بالله هكذا ونقال حق تفوش حق الزيري حق الفجار حق الجيرث حق السرة الله سبحانه جل وعلا وحد صيغة الجر حق باش هذه يقسم سلم مخلوقات يخرق لأنه مرن زوج نشين سلم مخلوقات الله سبحانه جل وعلا أنتو حسب نقانج النوع من الشرك أيث ما يسمع عزا كذلك الله سبحانه جل وعلا يتزجس العصر أمن يكمر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب العالمين يتزجى الزمان بأنه بنادم قد خصاف إلا إني يؤمن ثم الصاد فندي الإيمان العمل الصالح وجبوه من خوها هذا حق العمل عفاني وصافي قد أخرج الجنة لا آمنوا وعملوا الصالحات ثم النبي صلى الله عليه وسلم يتمارن خقارخ اغتنم 5 قبل 50 بروبي تشانيش 5 قبل أدخل كوضنتيش 5 نغني من عناد 5 حياتك قبل موتك ثلاث النش قبل الموت النش وفراغك قبل شغلك الفارغ النش قبل يدغى سجن وقت تيري الهيد ديس وغاكبور الفراغ واكبر وقت إخوة وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك ثمزي بنادم يستغل ذي العلم ذي طلب العلم ذي الجهاد ذي العمل الصالح من السورخ الجهاد من فهمه الواسع أيها الأحباب بنا ذي جهاد ثنفسشت الناس هذه جهاد الشيطان هذه جهاد العدو الناس إلى غير ذلك وصحتك قبل سقامك صحة النش قبل الطوضي جنو وقت تكساد تفذو زماد أتقدر السجود رض الركوعات بدي تكسيد الكواسي غث مزيدة لذلك الإنسان يستغل هذه الفترة أيها الأحباب ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقارخ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اجتنين النعم الطاسن وذا نتمنى معليك غاس نتجان ولكن وغاس نشاء الصحة من تيري غاس العافية النس يسمى هذه عبد ذي يخدم في سبيل الله ذي الفراغ تيري غاس شوية الوقت إذا غيخدم في سبيل الله ثم الله تعالى يتمارن باش ننفق الأوقات ناخذ الأموال في سبيل الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وبالتالي الإنسان أديار البارق قبل تعذر وقت الله تعالى إذا نوفق نستثمر الأوقات فيما يرضيه قمة كين خنزار بقية تصريحات المواطنين الأسئلة نسن وضغوا من ذور إن شاء الله تعالى زمان نحفظ خير وقت سيجن بروغرام اثنك مش سقان مثلا من غا تدفذ
غنخدم من غتروح الصلاه من غتروح روقتني الوالدين العائله ذوينات ما من وقتي غتروح تعاود تقعد مثلا شويه القران يخشى الكتب اي مهم اي حاجه يعني غنفصل الوقت خر وقت. يعني باش ديري ناجح خصك تبدا غسيري الهدف. يعني باش ديري الانسان طماطولني الانسان وغاسبوينه هني يعني صراحه قال وني خصص اعاده النظر في الناس. لاش غادي نمشيو ديال الوقت ديال عملينا ديال لقاءاتنا تقاس انه نضبط خير الوقت احسن تما كيف شنو غاتنين خصها تيلقى يغاك الوقت انت كلشي ديال حياه بنادم مرة ينظميه يا ربح مرة ينظم شاق يخسر. واش سبحانني خصها بنادم الصلاه الناس غادي تتبع وقت الناس غادي تحترم الوقت تينا بالاوقات سبحان الله. الشيء باش نحافظ الوقت هو انه الانسان بدا غاستيري انت اللي عارف الهدف ديال حياه الناس غاسيكوار وتستثمر فيما هو ايجابي لانه ما يمي باش حتى المجتمع يستفد بعد زيسنتيخ في الناس ديال المجتمع يتري ديجن قدوه وتري ديجن حاجه الصباح فائل خير للمجتمع. نهار غازول السقسيغ منت الاهميه يغاس غير وقت ديال حياتنا منت المسائل بودار غادي نضيع وقتنا ديال حياتنا سبحانني منت الاهميه يغاس غا الوقت وانيتاتي منت الاهميه يغاس. ثم تنغيشنان ما مش تزريم ما مش تسريم مره سوى نخل اهميه الوقت وربعه نيت مثلا تسقسان مات الاهميه غاس خير وقت زعما غنيني الوقت غاس الاهميه لدرجه انه زعما تيريد السبب باش تيريد الجنة يعني اكيد تشهد وفي نفس الوقت غاس الاهميه لدرجه انه زعما تيريد السبب اذا غادي في جهنم اي اخاك تشهد وتجيبو اكيد تشهد ما يمي لان الوقت التني اذا تلقى الانسان العمل نس واش يشوف العمل اللي مريت غث صالح قد يري من اهل الجنه ان شاء الله ولكن مريت غث وتجبو صالح العمل اللي قتوارا ماني غير جاره والعياذ بالله تعالى لدرجه انه ان تامل الايه باش نسن ندامث يغيوض الانسان يضيع عن الوقت ويتقبور حساب خميني إقار الله سبحانه جل وعلا في القرآن الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون مرمي غيندم مرمي غيسن أرد غاث الموت أسيني أسي ربي غار راية يعني غار راية غاثو ذاث باش تخدم شوية تستدركخ يعني العمل الصالح يوقخ ثقخ زجتني والزجخ الزجخ أظن مني غيضيع أخذ خرفخ ولكن وخي قارس لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يا ربي غاري لعلي أذقخ جن العمل صالح ثم يقال كذلك حسن البصري رحمه الله أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه قارش تغط شطان خر عمان سندر وقت نسل كتازي من شطان 8 نسل لأن السنين للقيمة الوقت كتار زي 8 كتار زي القيمة من الذهب أيها الأحباب وكذلك يقار قول معروف يعني غل وعاظ ومعروف غيوذان يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك قاش كثر بعض موسان وها ابن آدم نهار يغيح يجي النهار الزيك يروح يجي مزين الزيك فلا بد الإنسان أديار الربال ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك ما لا تغير الزيك شويت وأقوار الزيك يحكو الشيء فقبر الزين يحكو الشيء أيها الأحباب أدنى الربار باش نغتنم الأوقات النخ ذي الأعمال الصالحة وتجيبوا ذي فيسبوك ذي اللهو ذي الفراغ وما إلى ذلك الله سبحانه جل وعلا أذين خي البركة ذوم يقل البركة مرة أنقيم إكشن الأسئلة التفاعلية إذا غدي يوضن دي فيسبوك أني خضاريش السؤال الحقيقة يجو مثلا خي تسقسى ما النصائح إذني باش نحافظ خير وقت النخ ذني نصائح كثيرة أيها الأحباب أول شيء بنادم غادي يغزاومي غيفوض شوية المهام مني غيتجان ثانوية غادي يغزاوي غيعاونن باش انت غادي يرها غيكمل يتجان رئيسي والسناين لابد غادي يحدد الأولويات من دي يتهمن كتار زي شان نغني فالأهم قبل المهم ثم غادي يجنب التسويف سوف أفعل إورثي والشغيق
إورفاويشة لا تؤجل العمل اليوم للغد فإن للغد عمله. ثم بنادم من الأحسن هذه بدا شوية تلقي وقت زيش باش هذه تكمار زيش، ثم هذه يستغل شوية فترات الراحة، لأن بنادم يتملى يتاحر الله يحسن عون ذي ذم من دويسومها، فلا بد هذه يستغل شوية الوقت نهار راحف باش يعقب سجن النفس جديد. ايث ما يسمى اوريكم يزيد ولكن ارداني تغيض اختصو الوقت ارغان مسرقه ديج الحلقه النغنين قراهم تجيكني ودير من هنا هذا يقار بالبركه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.